نحن نقول من هنا إلى الأمم المتحدة، إلى منظمات حقوق الإنسان، إلى مراجعنا الكرام، إلى الحكومة العراقية المسؤولين والمعنيين بهذه القضية. نحن كأهالي سنجار سوف ندافع ونقاوم عن مكتسباتنا. في 3 آب 2014 عندما هاجمت داعش الظلامي على أهالي سنجار وبالأخص القوات اليزيدية، ليس هناك أي جهة دافعت على أهالي سنجار ما عدا المقاتلين الذين بقوا في هذا الجبل وصمدوا في وجه الظلام. أيها الأخوة العراقيون، يوميا مؤامرة تلك المؤامرة على أهالي سنجار. ما هو فعل أهالي سنجار؟ ما هو أفعال أهالي سنجار ضد الحكومة العراقية؟ نحن نقول لكم نحن جزء من العراق، نحن مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، كل حقوقنا مهمش، ليس لدينا هوية عراقية، ليس لدينا أي مكانة في هذه الدولة. رغم كل هذا يوميا مؤامرة دولية ومؤامرة إقليمية ومؤامرة تحاك من داخل العراق ضد هذا المكون. ما هو ذنبنا؟ أين حقوقنا؟ أين حقوق الشعب اليزيدي في هذه الدولة؟ أين المقابر الجماعية؟ أين المخطوفات والناجيات؟ أين الأيتام والأرامل؟ أين تعويضات أهالي سنجار؟ أين حقوقهم؟ يوميا مؤامرة من جهة معينة أهالي سنجار. نقول من هنا إلى الحكومة العراقية بأنه نحن دعاة السلام، نحن دعاة التكاتف والمحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي. أما الذين يحاكون مؤامرة ضد اليزيدية ويتوجهون بالقوات العسكرية على شعب سنجار فسوف يكون لنا رد قوي في اتجاه هذه الضغوطات وهذه المواجهات الموجودة حاليا على أهالي سنجار. ونحن مرة ثانية نقول نحن من دعاة النقاش ومن دعاة الحوار ومن دعاة الإنسانية ومن دعاة التكاتف بين جميع الطوائف وليس دعاة الحرب والمواجهات. أما إذا اضطرينا على هذه الشغلة فسوف ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا وعن شعبنا وعن هويتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.